ما حسيتش ان الزمالك قلب 3 امبارح؟ ازاي يا استاذ مرتضى؟ ده احنا امبارح متكلمين على الماتش ويعني اقول لك انا بقى الزمالك يفوز بصعوبه، الزمالك يتخطى مش عارف مين بالعافيه. يا راجل ده الزمالك جايب 3، ده الزمالك يكسب 6 امبارح. الزمالك إيه؟ لو جابوا جول بدري الزمالك ممكن يكسب 5-6. لا انا كمان حتى اقرا النهارده ماتشات النهارده، الزمالك يفوز بصعوبه اللي جاب 3، والاهلي اللي هو بضربات الجزاء وضربتين جول في العارضه هو اللي فاز باكتساح. يعني يا جماعه ده اللي بيعمل التعصب، ده اللي بيخلي الزملكاويه او الاهلاويه العكس، حتى لو حصل العكس يشيلوا في نفسه. زي انا شايف دلوقتي عندك في التقرير الاخ حازم قال لك الاهلي احسن فريق في افريقيا، الاهلي يعني اقول لا، الاهلي من احسن الفرق في افريقيا. انا اقول كده الزمالك من احسن الفرق في افريقيا، الزمالك من اقوى الفرق في افريقيا، لكن احسن دي افضل تفضيل دي وافعل تفعيل دي بتزعل الناس يا اخ حازم. وبعدين يقول لك حازم مين؟ شريف حازم بتاع الاهلي؟ مباراه العمر يا استاذ حازم من فضلك، ده كورتين جول في العرضه. حازم مين؟ شريف حازم؟ الناس انت بتتكلم على شريف حازم لاعب الاهلي؟ بالظبط دلوقتي عندك شريف حد مصوره تقرير من فتح من بتاع دي سحريه الباب او حاجه واخد بالك، انا شفته مناخيره كبيره وشوشه كبير، ما اعرفش مين صور التصوير دوت. لكن انا اقول ايه، الاهلي من افضل الفرق وهلا من افضل الفرق الافريقيه، اللي اقول الزمالك من احسن الفرق، ده اقول من احسن، لكن افضل تفضيل ده يا استاذ حازم يعني ما ينفعش. المهم اسالني بقى. انا عايز